احنا دائما لساننا طوال كجزائريين، لساننا طويل. قال المغرب هذا هما يبحثوا على استراتيجيات الدوام في التاريخ. احنا ما عندناش، احنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين. نو سوم دي كلونديستان دو ليستوار، نو سوم دي ريسكيور دو ليستوار. زادن بلا كواغت كما الهجره الغير الشرعيه، احنا عباره على هجره غير شرعيه في التاريخ، زاد من هكذا كبر. المغرب دوله مستقره مستمره منذ ماشي ما تبدل فيها. احنا تمحينا، احنا الاستعمار جا بشكل كولونيزاسيون دو بوبلومون، يعني جاو مليون فرنسي اسباني بورتوغي وايطالي ولا الاستيطاني جاو هنا، وحنا حطونا على الهامش، رماونا للجبال والصحاري وما داو المدن وبناو المدن هما اللي بناو ماشي احنا بنينا. الدوله الغير المستقره في تاريخها لتاريخها القديم غير واضح، ومستقبلها يعني ماشي برك ماشي واضح، يعني سومبر اوبسكور، يعني مظلم، يعني فيه ظلام. رؤيتنا لمستقبلنا يعني تخوف مخيفه، وحنا الجزائريين شاعرين بها. احنا حاضرنا هو اعاده معيشه الماضي. احنا الجزائريين مالفين بالهبال هذا وعايشين في الهبال هذا، كاننا يعني في دار المخلين عقليا، انا زيل دو فو، يوريونا باللي مستقبلنا هو ماضينا. هذا الشعب مهبول، هذا الشعب يعني راهو يشوف الماضي، ما عندوش مستقبل، ما عندوش صور حول المستقبل يعطيها لنا نشوفوها، او حول الحاضر. هل لدينا مشروع مجتمع؟ لا. احنا بنينا حاجه، بناو حاجه الجزائريين بيديهم نشوفوها اليوم، بخلاف القرابه وخبانين ما كان والو. كاين الاثار تاع الرومان، تاع الفينيقيين هذو، تاع الفرنسيس، رانا عايشين. حتى شوف المدن، شوف المدن اللي خلات فرنسا والمدن اللي بناتها الجزائر المستقله. كاش ما عندنا بنينا مدينه تستاهل هذا الاسم، قاعدين في اللوجمون سوسيال يديروه مع لوطوروت، يديروه في الاخر. يعني الجهل اللي يسكن عقل النخبه تاعنا الحاكمه هو اللي يصيبوه في المرافق، في الاسلوب البنيان. احنا شعب بدون دستور، ما عندناش كواغت في التاريخ، هايمين. نو سوم دي كلونديستان دو ليستوار، نو سوم دي ريسكيور دو ليستوار. زادن بلا كواغت كما الهجره الغير الشرعيه، احنا عباره على هجره غير شرعيه في التاريخ. هذا الجيل الجاهل اللي يحكم الجزائر وحب نرافقوه للمقبره. ونقول لك ما حبوش، ما يامنوش با بمجتمع ككل، يامنوا بفئه لازم تتغلب على فئه اخرى. قال لك يا ودي راه الناس اللي يحكموا فينا هم على بالهم، قال لك هم واعيين، هم عارفين وين يديونا، راهم داينا للخير، راهم داينا لجهنم. وحطنا في لازيل دو فو قال سكتوا راك ولا بس. كي نخرجوا من السجن، نحن في السجن، الجزائر الشعب الجزائري مسجون تاريخيا، حكموا فيه جهلاء منذ العشرينيات، وحنا اللي دبروا علينا بالعصا. كما قال لك بن باديس الله يرحمه، يقول لك شعب يجمعه البندير ويفرقه العصا. احنا الجزائريين مالفين بالهبال هذا وعايشين في الهبال هذا، كاننا يعني في دار المخلين عقليا، انا زيل دو فو، يوريونا باللي مستقبلنا هو ماضينا. شوف الصور، يقول لك شعب مهبول. هذا الشعب مهبول، هذا الشعب يعني راهو يشوف الماضي، ما عندوش مستقبل، ما عندوش صور حول المستقبل يعطيها لنا نشوفوها، او حول الحاضر. يجي نهار وين نخرجوا برا ما عندناش واش نشريو في السوق، باسكو الاستيراد غير ممكن. وحنا الجزائريين شاعرين بها باللي يستيقظوا نهار يخلص البترول، يستيقظوا مستقبلهم يشوفوا باللي ما عندهمش فاش يشدوا. احنا دوك ما عندناش اقتصاد، ما عمرنا ملكنا اقتصاد منتج اللي يغطي احتياجاتنا. عندنا اقتصاد يعني اداري سياسي مزيف، غير يعني ماهيش حقيقي، اوهام. احنا عندنا كاس تاع البترول يحكموا فيها مجموعه من الناس، باللي اقتصاديا باش يعيش الشعب هذا، باش يتقوت، باش يعني عندنا يعني الجيش باش يقدر يتمول يتجهز، الناس باش تقدر تاكل. 90% من الشيء اللي نستهلكوه جاي من الخارج. هذا جاي من البترول، وانتم على بالكم وقلناها مليون مره وكل الناس قالتها باللي البترول هذا ومداخل البترول راه في تدهور. وحنا الناس نزيدوا نفكروهم خاوتنا هذوما العظماء الجزائريين باللي رانا نستوردوا 60 مليار، لازمنا 60 مليار دولار سنويا باش نعيشوا كما رانا عايشين. هذا الجزائر هذه قاعده خطرت تشطح على الرجل اليسار ولا اليمين، ما استقرتش يعني سياسيا. احنا الوحيد ما عندنا حتى اتفاقيه ولا عسكريه ولا ماليه ولا اقتصاديه ولا اعضاء في المنظمه العالميه للتجاره، والو. هايمين هكذا قاعدين بفهمتنا بقفازتنا حاسبين شطاره، لخاطرش ما عندهمش رؤيه للمستقبل للجزائر. ما يخموش في مستقبل الجزائر، يخموا في مستقبلهم هم، يحسبوها جوست. يقول لك شحال بقى لي نعيش انا نضمنها.